السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الإعلانات الممولة على الفيسبوك. النهاردة هنفتح لك باب جديد من أبواب الاحتراف، لأننا هنتكلم عن ميتا بيزنس سويت، المنصة اللي كل المحترفين بيستخدموها عشان يتحكموا في صفحاتهم بسهولة. فيسبوك عمل الأداة دي عشان توفر لك كل حاجة في مكان واحد، تنشر بوستات، تتابع الرسائل، تشوف الإحصائيات وجدولة المحتوى، وتتحكم في الإعلانات والتفاعل على البوستات. يعني ممكن بدال ما تدخل كل شوية على الصفحة أو مدير الإعلانات أو على الإنستجرام، كل حاجة بقت في لوحة واحدة اسمها ميتا بيزنس سويت. ولو أنت بتدير صفحة أو أكتر من صفحة أو حتى عايز تبقى مدير تسويق محترف، يبقى الفيديو ده هيسهل عليك الشغل بطريقة خرافية. بعد ما فتحنا الصفحة بتاعتنا بنضغط على ميتا بيزنس سويت، وأول حاجة ممكن نضغط عليها هنا إنشاء منشور. دي لو احنا عايزين نعمل منشور على انستجرام أو فيسبوك. ممكن نعمل منشور على المنصتين بإن احنا بنحدد المنصتين هنا ونختار صورة أو فيديو من على الجهاز بتاعنا. وطبعا الصورة بتاعتنا لازم يكون مقاسها 1080 في 1080 عشان تنفع تبقى على الفيسبوك والانستجرام. سيبك طبعا من المقاس اللي انا منزله ده، احنا بس بنجرب. بنكتب هنا نص المنشور بتاعنا على الفيسبوك والانستجرام. طبعا هنا في تخصيص منشور فيسبوك والانستجرام، يعني ممكن نكتب مثلا هنا نص للفيسبوك ونكتب الناحية التانية نص للانستجرام. طب هو ليه حدد لي هنا منشور وهنا منشور، او ليه في الاداة دي او الميزه دي؟ لان طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الانستجرام بياخد عدد حروف اقل من الفيسبوك، فانت تقدر تحط منشور للفيسبوك ومنشور للانستجرام. وتقدر تضغط هنا برضو على علامة الهاشتاج وتضيف هاشتاج في نهاية المنشور بتاعك، سواء كان على الفيسبوك او الانستجرام. بعد ما تفتحها بتضغط على بحث وتكتب كلمة دالة على النشاط التجاري بتاعك. احنا هنكتب مثلا تسويق رقمي مثلا، هيجيب لي طبعا هاشتاجات كتير بتحمل الاسم اللي انا كتبته دي، فبحدد اي واحد منهم واضغط على اضافة، الاقيه ضاف لي هنا الهاشتاج بتاعي. هنا برضو ممكن اضغط على علامة الماسنجر او الواتساب او غيره لو انا عايز يبقى في زر كده على البوست بتاعي. يعني انا ضغطت على الماسنجر فهيجيب لي هنا ارسال رسالة، بحيث ان العميل ممكن يضغط على ارسال رسالة يحوله تلقائيا على الماسنجر بتاعي. في حاجة مهمة تاني هنا، خيارات الجدولة، بمعنى ان انا ممكن اعمل البوست بتاعي دي بس انا مش عايز انشره دلوقتي، عايز انشره في وقت لاحق. ودي بتفيد الناس اللي هم ما بيبقاش عندهم وقت فاضي كتير كل يوم، بمعنى ان انا اقدر اعمل بوستات كتير وانشرها في فترات متباعدة. يعني كل يوم مثلا احدد وقت معين انشر فيه البوست بتاعي، فانا اقدر اعمل كمية بوستات واحفظها واعمل لها جدولة من هنا. طيب هنا بحدد طبعا التاريخ والوقت بتاع نشر البوست بتاعي، سواء كان على فيسبوك او انستجرام. طيب انا عملت البوست دي وجهزته، بس انا مش عايز انشره ولا عايز اعمل له جدولة، بس انا عايز احفظه في الميتا بيزنس سويت هنا، فبضغط هنا على اكمال لاحقا. طبعا بعد ما بضغط على اكمال لاحقا، في هنا حاجة عندي اسمها المحتوى، ممكن اضغط عليها هنا الاقي ادي البوست بتاعي محفوظ هنا. وطبعا اقدر من خلال الثلاث نقط دول احذف المنشور او اعدل المنشور بتاعي عشان لو انا عايز انشره تاني. في حاجة هنا برضو في المحتوى اسمها القصص. القصص دي اللي هي القصص بتاعتك او الريلز بتاعتك على الانستجرام، فبتلاقيها هنا طبعا لو انت عامل قصص على فيسبوك او انستجرام. في حاجة تانية هنا اسمها اختبارات A و B. يعني ايه اختبارات A و B؟ اختبارات A و B لو انا عايز ادي الفيسبوك مثلا اكتر من بوست واقول له شوف لي ايه البوست فيهم اللي هو هيجيب تفاعل اكتر، سواء كان البوست ده عبارة عن منشور او منشور وصورة او فيديو او غيره. طبعا انا بعمل كده ازاي؟ بضغط على انشاء اختبار AB وبكتب له هنا نوع الاصدار بتاع المنشور بتاعي، وليكن مثلا هيكون هنا نص، فبكتب له النص بتاعي. وباجي مثلا في الاصدار B هنا وبكتب له مثلا وليكن هيكون صورة، فبعلم على صورة واضيف له صورة من هنا. وبكتب طبعا هنا نص مع الصورة بتاعتي.
واقدر برضو اضيف حاجة تالتة او بوست تالت. لو ضغطت على جديد هنا يقدر يحط لي اكتر من بوست، وهو يعمل لي اختبار ما بين البوستات دي. وبعدين بضغط هنا على التالي، فبيقول لي هنا سمي الاختبار بتاعك ده، وليكن مثلا انا عامل بوست على التسويق مثلا، فبكتب عنوان الاختبار بتاعي. وهنا لو عايز اكتب وصف للاختبار بتاعي، وهنا بيقول لي ايه اداة القياس، يعني هو هيقيس لك بناء على ايه التعليقات اللي هتيجي على البوست، ولا المشاركات، ولا التفاعلات، ولا الاشخاص اللي تم الوصول، ولا النقرات على الرابط. فانا بختار مثلا الاختيار اللي انا عايزه. وبيقول لي مدة البوست بتاعتك هتكون قد ايه، تقول له مثلا 10 دقائق وليكن، او مثلا ساعة، ساعة ونص، ايا كان زي ما انت عايز. وبعدين بضغط على معاينة ونشر، وبعدين بضغط على نشر الان. مجرد ما اضغط على نشر الان، لو انا دخلت لاحقا على اختبارات A و B، هلاقيه جايب لي التفاصيل بتاعة الاختبار اللي انا عملته. لو ضغطنا اهو على عرض الاختبار، كده هو بيحمل معايا الاختبار. الأداة بتاعتنا طبعا ميتا بيزنس سويت يا جماعة، فيها تفاصيل كتير وفيها حاجات كتير. ادي جاب لي الاختبار الاي بي اللي انا عامله ده، بيقول لي ان الحالة بتاعته ان هو نشط او مباشر الان، ومتبقي ساعة و28 دقيقة و59 ثانية، وهكذا هو شغال. طبعا بعد ما يخلص هيجيب لي النتيجة بتاعة البوستات، هيقول لي مين فيهم اللي هو افضل من التاني. دي اختبارات اي بي. في حاجات تاني هنا عندي كتير. في حاجة مهمة جدا عندي هنا اسمها البريد الوارد. البريد الوارد دي اقدر استقبل عليها الرسائل او التعليقات اللي بتجيلي، سواء كانت على الفيسبوك او الانستجرام. يعني هنا كل الرسائل، هنا الماسنجر، هنا الانستجرام، هنا تعليقات فيسبوك، هنا تعليقات انستجرام. في حاجة مهمة برضو عندي هنا اسمها الردود المحفوظة او ادراج رد محفوظ. بمعنى مثلا انا بضغط على ادراج رد محفوظ، وبضغط على اضافة جديد، واضيف رد كده زي ما انا عامل هنا بالطريقة دي. بضغط هنا على اسم الرد بتاعي، واضغط هنا على الرسالة اللي انا عايز ابعتها للعميل. دي هتفيدني بايه؟ لو انا عندي ضغط طبعا رسائل كتير، وفي عميل كتب لي مثلا ايه السعر او غيره من المنتج اللي انا بقدمه، فانا اضغط على الرد اللي انا حافظه هنا بالطريقة دي. مجرد ما اضغط انتر، هلاقي ان الرد راح للعميل بالطريقة اللي انا بعتها دي بالنسبة للردود المحفوظة. اقدر هنا برضو اكتب حالة الطلب بتاع العميل ده اللي هو كلمني. يعني ممكن مثلا اخلي حالة الطلب بتاعه ان هو تم تقديم، او تم الدفع، او تم الشحن، او تم الحجز. طبعا حالة الطلب بتظهر هنا، بحيث ان لو في حد تاني شغال معايا على الصفحة دي وبيرد معايا، هو لما يضغط على العميل هنا هيبان له اذا كان العميل ده ايه الحالة بتاعته، يعني هو قدم الطلب بتاعه، ولا تم الدفع، ولا الشحن، ولا الحجز، ولا غيره. هنا برضو ممكن اسمي العميل بتاعي اذا كان عميل جديد مثلا، او غيره. هلاقي الاسم ظاهر هنا تحت اسم المستخدم بتاع العميل بتاعي. دي برضو من الحاجات اللي بيقدمها لنا البريد الوارد. في حاجة هنا برضو اسمها عمليات الأتمتة. عمليات الأتمتة دي ممكن أضيف عن طريقها رد فوري. يعني لو ضغطت هنا على الرد الفوري، ممكن أحط رسالة مثلا أرد بيها على العميل الجديد اللي هيدخل يكلمني، سواء كان على الانستجرام أو الفيسبوك. فأنا بحدد هنا مثلا الماسنجر، وبحدد الانستجرام، واكتب الرد مثلا التلقائي اللي انا عايز ارده على العميل مجرد ما يدخل يكلمني على الصفحة. وممكن برضو اضيف هنا طابع شخصي، بمعنى ان انا مثلا مرحبا بك يا كذا، الاسم الاول للمستلم، او اسم العائلة، او غيره طبعا. فده اسمه رد تلقائي، بجيبه عن طريق عمليات الأتمتة.
تمام. ممكن برضو احط هنا رسالة عدم التواجد في تحديد الرسائل التي لم يتم الرد عليها، وهنا برضو لو عايز احط كلمات اساسية مخصصة او معلومات الاتصال. ده الأداة بتاعتي في ميتا بيزنس سويت اللي هي البريد الوارد، وفي مزيد طبعا من الأدوات، بس دي أهم الأدوات اللي أنا شرحتها لك في الميتا بيزنس سويت، وإزاي إن أنا أقدر أستفيد من الأداة دي. وانتظرونا إن شاء الله في الفيديو الجاي، إحنا مكملين معاكم كورس الإعلانات الممولة على الفيسبوك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر، وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.